متابعي الكرام، تحية طيبة. النظام الجزائري يرفض من جديد أي وساطة للمصالحة مع المغرب، ويضع شرطا مضحكا لإعادة العلاقات بين المملكة المغربية، وهذا الشرط مفاده سحب المغرب قواته من الصحراء، وأيضا الاعتراف باستقلال جمهورية الصحراء المزعومة. وفي التفاصيل، نفى موقع مغرب انتليجنس الفرنسي الأخبار التي رجت مؤخرا حول محادثات بين وفدين جزائريين ومغربيين ستبدأ قريبا في جنيف بسويسرا من أجل إيجاد مخرج للأزمة الدبلوماسية والسياسية بين البلدين. وأكد الموقع الفرنسي بأن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة، مبرزا أنه لم يتغير أي شيء على الإطلاق في الجزائر. وقال المصدر ذاته أنه لم يتم قبول أي وساطة مع المغرب، وبهذا تنهي الجزائر عام 2022 بالحفاظ على نفس درجة العداء مع المملكة المغربية البلد المجاور لهم، بعدما أكد النظام الجزائري رفضه كل عروض وساطة الأخيرة التي قدمتها الأردن وقطر والجامعة العربية. وأضافت ذات المصادر أن محادثات ومناقشات العديد من المبعوثين السعوديين ومن جامعة الدول العربية وحتى مؤخرا من مملكة الأردن الهاشمية كلها اصطدمت بصرامة القادة الجزائريين الذين صاغوا أولا مطالب غير واقعية، وبالتالي يعرقلون أي أمل في تسهيل عودة العلاقات مع المغرب. وأشار المصدر ذاته إلى أن ثبون وشنقريحة يريدان من المغرب سحب خطته للحكم الذاتي في الصحراء المغربية والموافقة على التفاوض مباشرة من البوليساريو حول خيار استفتاء المصير. كما يطالب النظام الجزائري المغرب بالتخلي المطلق عن تحالفه مع إسرائيل الذي يعتبره بمثابة ميثاق عدوان على الأمن القومي الجزائري، ولا يمكن إجراء أي مفاوضات مباشرة بين البلدين بدون هذين الشرطين. ويضيف الموقع نفسه أن صانع القرار في الجزائر ليسوا في عجلة من أمرهم في تغيير عقيدة العداء الدائم للمغرب، حيث يعتبرون بأن العداء للمغرب بمثابة ضمان لهم بالاستمرار في الحكم بالجزائر، خاصة وأن هناك أصوات داخل المجتمع الجزائري تنادي بدولة مدنية وإسقاط الحكم العسكري الذي أفسد الجزائر وجعلها من الدول الفقيرة والتي لا تملك شيئا مقارنة بالدول التي تملك البترول والغاز. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.